بخير. ملحق صيد هاي صيد. نزوروا بيوت إحدى الجزائريين. في كل مرة نزوروا بيت من البيوت الجزائرية. اليوم رانا في بيت ماكثة في البيت السيدة التي تألقت، هو بيت السيدة صالحة. السيدة صالحة التي أبدعت، السيدة صالحة التي تألقت والتي تحدت كل الصعاب، السيدة صالحة التي أعطت نكهة خاصة في الطبخ التقليدي ألا هو المحاجب، وأعطت له طابع عصري. قبل هذا نرحبوا بالسيدة صالحة ونقول لك مرحبا بك معنا في برنامجنا المرأة والعائلة. وبك مرحبا، ولكن بصمة عالمية. البصمة العالمية يقول عفوا أنه السيدة صالحة يعني ماشي حتى في الوطن، حتى على المستوى العالمي، وهذا الشيء شرف كثير. الله يسلمك. واش نقول لك، المرأة الجزائرية معروفة بالجميع، على جميع المجالات وعلى صعيد يعني العديد من الميادين. منها امرأة تطيب وتقوم بالدار وتقوم بالزنقة، وخير مثال هو هذا. كنتي تشتني كيفاش راني حاطه والحاجب، صح ولا لا؟ على بالك التحدي تاع المرأة الجزائرية تحدي كبير، وباش توصل للعالمية ماشي الوطنية. مثلا أنا المحاجب يما منا وعجوزتي منا، يما تطلب والعجوزة تطلب، وخلي الدار وطيبي وديري الفطور وديري هاك تعرف، بلا ما نقول لك. صحيح، ولكن السيدة صالحة يعني على غير العادة نشوفوا المحاجب تاعنا جداتنا كيفاش كانوا يديروهم، يعني التقاليد أجدادنا وجداتنا كيفاش كانوا يطيبوا المحاجب، ولكن تعطيتي لها نكهة خاصة، يعني عطيتي لها رشة عصرية. كيفاش كان؟ شوف هذيك الرشة العصرية مثلا، دوق أنني نحكي لك دوق. شكرا. هذيك الرشة العصرية أنا نقول لها بصمة. علاه؟ حنا دوك نعرفوا بلي كاين محاجب فيهم بصل، طوماطيش وراك تعرف لي زيبيس، وعندنا محاجب على حسب الفصول. مثلا حنا نهضروا على الصيف كاين البصل، كاين طوماطيش، كاين هادوك وحدهم. وفي الشتاء كي تكون ما كاش بزاف سميشه ما طيفش طوماطيش، البصل ماشي داك الطون البصل اللي نحبوه، نديرو تاع السلق، نديرو تاع الفرماج، ندير تاع الطون. لي جان يحبوا الطون، يحبوا فروماج، يحبوا. كيما هذايا واش استعملتي فيه؟ هذا شوف، هذا دوكا محاجب تاوعنا. هنا درت طوماطيش، ابصل، لي زيبيس والزيت، معناتها البهارات يا اخي تفهم. اكيد. فوالا شفت كيفاش. وشوفوا الطياب هذايا، انا ما كنتش يعني بزاف نشد في الطياب، بصح الله غالب. انا كيما المرحوم بابا يما كانت كل يوم لازم تطيبي. تزوجت، درت الدار، راك تعرف عجوزتي منا طيبي لي، يما منا طيبي لي، راجلي منا يحب ياكل. واش تحبوا بعد زدوا لحقوا الجيران ولحقوا، راك تعرف. انا كنت داير في بالي يعني انه كنت تحب الطبخ يعني من الصغر. لا، مياك تعرف الحياة اللي فات تجبرك على شي اشياء ما تقدرش عليهم. كما كنتوا تشوفوا هذه هي السيدة صالحة اللي تحدات الصعاب. كما نقولوا انه ماهوش عيب انه المرأة تبقى ماكثة في البيت. هاي السيدة صالحة هي سبيل مثال لكل الجزائريات ولكل النساء اللواتي يمكثن في البيت. السيدة صالحة ربما هي رسالة اللي تقوليها لكامل النساء اللي راهم يشوفوا فيك الماكثات بالبيت. أقول ما تقعدوش، التراث راه موجود، لازم نعملوا على حفاظ على التراث، ولا ماشي هكذا. الدقيق كاين، البصل كاين، طوماطيش كاينه، يخصوا اليدين. اما لا طيبوا، تبعوا مع صالحه محاجب صالحه على شبكه التواصل الاجتماعي، واكيد راح تفرحي راجلك. من غير المحاجب السيدة صالحة ما راكش ناوية ديري حاجة وحده أخرى جديدة، ولا تبقاي التخصص تاعك غير في المحاجب؟ انا نفضل انه التراث تاعي ينحصر في اختصاص واحد، هو المحاجب. انا طورناهم، مازال كاين محاجب المدورين، مازال في لقاءات اخرى ان شاء الله. ما نحبش نفضح يعني على المشاريع الكبرى نتاعي والكتابات، وعلى نفضل اني نقعد بسيطه فقط، البساطه فقط. شي جميل السيدة صالحة، نشكروك على حضورك معنا في برنامجنا المرأة والعائلة. نشكروك كثير على استضافتك يعني في البيت نتاعك. نشكرك مجددا. شكرا لك، شكرا. تفضل. بارك الله فيك. قبل أن نذوقوا هذه المحجوبة للسيدة صالحة نقول لكم شكرا على تتبعكم ووفائكم طيلة هذا الوقت من الزمن من ساعة أقول برنامجنا المرأة والعائلة. نلتقي في بيت آخر ومع عائلة أخرى، وكذلك أقول مع مكيثات أخريات. نلتقي دائما وأبدا على المحبة. سلام.